قولوا لي غادي تمشيو تصوتوا؟ عندكم يصحابكم صوتكم غيدير تغيير، حيت غيديروا هما اللي بغاو. شوفوا معايا الفيديو حتى الاخر وغتعرفوا علاش. الهدف من اي انتخابات تشريعيه بالنسبه للانظمه السياسيه هي تحقيق سلطه الشعب والحق ديالو في تقرير المصير. هادشي بطبيعه الحال غير من الناحيه النظريه. الانتخابات في حد ذاتها هي واحد الاليه كتسمح بتحقيق واحد النوع من الرقابه والجزاء السياسي اللي كيوقعوا الشعب من خلال اعاده انتخاب او عدم انتخاب الناس اللي كيمثلوه. وهذا الشيء علاش المخزن او السلطه كتداول بشكل سلمي بين مختلف القوى السياسيه. ولكن الواقع السياسي بالمغرب حاله خاصه ميمكنش نهضروا فيها على الانتخابات. هذا الشيء علاش المخزن حاليا كيعتزم اجراء انتخابات 7 اكتوبر في ظل تدني الاوضاع المعيشيه للناس وفي ظل تدني الاوضاع السياسيه والاقتصاديه. كيف ما كتشوفوا مثلا في التعليم كاينه مجموعه ديال المدارس اللي وصلت ما بين 55 حتى 60 تلميذ في القسم، وفي المناطق القرويه والمغرب العميق وضعيه كارثيه. وهذا الشيء هو اللي كينتج لنا واحد المنظومه تعليميه فاشله. اما بالنسبه للصحه مازال النساء كتولد قدام السبيطارات، وكاين بعض المستشفيات اللي ما كتستقبلهمش وما كتسوق ليهمش. اما التشغيل فنسبه المعطلين وصلت للارقام غير مسبوقه. كيف ما كنشوفوا في الرباط كيقيل المخزن كيجري عليهم قدام البرلمان. وإلا جينا نهضروا على الادارات العموميه خاصك ضروري تعطي رشوه باش تقدر تقضي المصلحه ديالك الاداريه وتاخذ وثيقه ديالك الاداريه، مثلا عقد ازدياد ولا شهاده السكنه ولا شهاده الوفاه، شهاده الحياه، اي وثيقه اداريه. كتعتبر هذه الانتخابات الثانيه من نوعها منذ انطلاق حراك الشعبي لحركه 20 فبراير. هذه الحركه اللي هزت اركان النظام وفرضات فتره وجيزه مناخ سياسي جديد. هادشي اللي خلى المخزن يقوم بمجموعه ديال الاجراءات باش يضمس مطالب الحركه ويطفي العافيه كيف ما كنقولوا احنا. بين هذه الاجراءات هي مراجعه شكليه للدستور واجراء انتخابات مبكره في صيف 2011 اللي مكنات PJD حزب العداله والتنميه من قياده الحكومه. الانتخابات في المغرب كدوز من الاول حتى الاخر تحت اشراف ومراقبه وزاره الداخليه، بلاصه تكون تحت اشراف ومراقبه واحد اللجنه مستقله هي اللي ترفع الانتخابات. التصريح ديال وزير العدل كيأكد على ان غير المخزن اللي كيفرض، ومن خلال تجارب الحكومات اللي دازت بين على انه عنده منطق وحيد هو الهيمنه على الحياه السياسيه المغاربه وعلى السلطه السياسيه والاقتصاديه. واخا كيقولوا بلي دستور 2011 جاب واحد الصلاحيات جديده للحكومه والبرلمان، ولكن الحقيقه ديال الحكومه ولا تجربه الحكومه والبرلمان بينت على ان هادشي كامل غير هضره خاويه. سويت في هذه الحاله شنو كيعني؟ غادي نعطيو الشرعيه لدوك الشفاره اللي كيسرقوا مال العام، غادي نساهموا في ترويج فكره انه كاينه الديمقراطيه في بلادنا وهذه اكثر من 60 عام وانتخابات المغاربه كيمشيو يصوتوا وما تغير حتى شي حاجه. هادشي علاش حنا كنهج ديمقراطي كندعيوكم لمقاطعه الانتخابات 7 اكتوبر 2016. صوتي نحتج به وفي 7 اكتوبر ما نعطيه. حزب النهج الديمقراطي كحزب يساري سنة 1995، وهو امتداد لمنظمة إلى الأمام اللي تأسست سنة